واضح جدا في هذا المسألة. لا يمكن لماكرون يكون رجل دبلوماسي. هذا الفتى غير قادر على صناعة الدبلوماسية. هذا ليس ديغول، هذا ليس شيراك. يعني لا يمكن للمستشار الألماني الجديد أن يكون مكان المستشارة ميركل. هذا العالم فقد الكثير بانقسامات محسوبة عمليا. كل هذه الحرب التي أقيمت في أوكرانيا، كل هذه الحرب الروسية الأوكرانية هي صناعة أمريكية لإسقاط الاقتصاد الألماني ولإسقاط اللحمة الأوروبية، ثم لإضعاف أوروبا في أفريقيا. في النهاية نحن في عالم الغنائم. من يغنم اليوم؟ الأمريكان يغنمون كثيرا من الوقت في المحيط الهندي، الفرنسيون يخسرون أفريقيا، الألمان يخسرون ماليا. الرابح الأول والأخير هم الأمريكان. ولكن الأمريكان تورطوا في وحل ثاني. كان لهم مراهق واحد اسمه زيلينسكي، الآن أصبح لهم مراهقان، الثاني هو نتنياهو. بما معناه سيدتي لا يمكن لماكرون هذا الفتى الصغير أن يكون له دبلوماسية كبيرة وأن يكون هو الأساس المعبد الأوروبي وأن يستطيع أن يصنع دبلوماسية فرنسية. اليوم الفرنسيون يقهقهون في الشوارع عن سياسة دبلوماسية لفرنسا. اليوم الفرنسيون يقولون بأنه عندما كان ديغول في السلطة كان له تقارب مع الاتحاد السوفيتي ومع الروس، لأن الأقرب إلى العقيدة والأقرب إلى المنهج والأقرب إلى الجغرافيا. نحن اليوم إزاء وضعية أننا في بلدان أوروبية فاقدة لاقتصادات الحرب، أننا في بلدان أوروبية فاقدة للأمل، وما أننا في بلدان أوروبية تنتفض النخب في الجامعات عن كل شيء. الجامعات تنتفض اليوم عن كل السياسات الخارجية، سواء كان في حرب غزة، سواء كان في أوكرانيا، سواء كان في إفريقيا، سواء كان في التعاطي مع العالم العربي. ولذلك تفهم الرسائل المشفرة الذي أراد اللاعب عازف الأوركسترا بوتين في هذا العالم اليوم أن يصنعها من خلال هذا التجيش. أنا جاهز لأم المعارك، هل أنتم جاهزون؟